تقريبا ما فيش أسرة ما مرتش بالمشكلة دي، لأنه نسب الأسر اللي بتمر بالمشكلة دي تقريبا عالمية. كلنا تقريبا سمعنا عن المشكلة دي في عيلتنا أو في أصدقائنا أو عند حد من قرايبنا. فكرة إنه في حد في الأطفال في الأسرة دي عنده التبول اللا إرادي. النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن المشكلة اللي انتوا بقالكوا فترة بتسألوا فيها، ألا وهي مشكلة التبول اللا إرادي. عادة مشكلة التبول اللا إرادي بيكون ليها علاقة بنفسية الطفل. طبعا في أسباب تانية جسدية ممكن يكون ليها علاقة بمشكلة التبول اللا إرادي. فاحنا عادة بنقول كمعالجين نفسيين للأم أو الأب اللي جاي بيشتكي من فكرة إن ابنه أو بنته عندها تبول لا إرادي، هل أنت قمت بالفحوصات اللازمة عشان تتأكد إن الطفل ما عندوش مشاكل في المثانة أو ما عندوش مشاكل مثلا على الكلى، في أملاح زايدة، أو أيا يكن نوع المشكلة الجسدية اللي ممكن تسبب فكرة التبول لا إرادي. عشان كده طبعا قبل ما نقول ان الطفل عنده مشكله نفسيه ولا لا، بننصح الاهالي انهم يتجهوا لمتخصص كلى ومسالك بوليه علشان يتاكدوا ان الطفل ما عندوش اي مشاكل في المثانه او في مجرى البول او ايا يكن نوع المشكله، الا على اساسها نقدر نحدد اذا كان الطفل الموضوع عنده موضوع جسدي ولا موضوع نفسي. في حاله كان الطفل سليم او طفله سليمين جسديا ومفيش اي مشاكل، هنا بنبدا نقول ان ممكن يكون الموضوع ليه علاقه بنفسيه الطفل او الطفل. طيب في حاله كانت دي الاساس بتاعه المشكله، هي عامة اسمها يا جماعة من الاسم التبول اللا إرادي. ده معناه ان احنا لازم اول حاجة نحطها في بالنا ان الطفل مش بيعمل ده متعمد، دي مشكلة خارج حدود إرادة الطفل، او انه يقدر يتعامل معاها او انه يقدر يتمالك الموضوع او يتحكم فيه. بعض الابحاث بتقول ان المشكلة دي ممكن تكون مشكلة وراثية. بمعنى ايه؟ لو افترضنا ان في حد في العيلة او الاقارب بالدرجة الاولى للطفل زي الام او الاب مر بنفس المشكلة دي اثناء الطفولة، فممكن بنسبة كبيرة جدا الاطفال يتعرضوا لنفس المشكلة. طيب لو الموضوع بشكل نفسي، الاحصائيات بتقول ان الاطفال اللي بيكونوا معرضين للتعنيف او الضرب او الايذاء او حتى بيشوفوا مشاهد غير مناسبة، يعني مثلا الام بتعنف او الاب بيعنف او اي نوع من انواع العنف المنزلي، دول بيكونوا اكثر عرضة للاصابة بالتبول اللا ارادي. البعض كمان بيقول ان الطفل بيجيله مشكلة التبول اللا ارادي نتيجة انه مش حاسس بالامان، مش حاسس ان هو في بيئة امنة. البعض منكم هيقول طب ازاي طفل صغير عنده 5 أو 6 سنين مش حاسس بالامان؟ هو ده يفهم يعني ايه الامان؟ يفهم يعني ايه امان. الطفل بيفهم يعني ايه علاقة امنة وعلاقة صحية من وهو عنده تقريبا 3 سنين. وفي نظريات كتير بتتكلم عن التعلق الامن، وان الطفل لما بيمر بمراحل تعلق امن مع الام او مع الشخص القائم على رعايته، ده بيأثر عليه نفسيا وبالتالي بينعكس عليه بدنيا. اللي نقدر نستنتجه من الفكرة دي ان الطفل اللي بيعرض لتعنيف شديد او ضرب او اهانة او تخويف او تهديد هو اكثر عرضة للاصابة بالتبول اللا ارادي. وبالتالي لازم نتجنب تماما فكرة ان انا اعنف او اضرب او اذي الطفل او اهدده بالاذى او اهدده باي نوع من الانواع علشان اتفادى فكرة ان الطفل يحصل له تبول لا ارادي. البيئة الامنة مهمة جدا لصحة الطفل. بمعنى ايه؟ لو الطفل بيشوف باباه ومامته دايما طول الوقت بيتخانقوا، هو كده بيحس ان دي بيئة غير امنة، وبالتالي بيكون اكثر عرضة نفسيا انه يصاب بمشكلة التبول لا ارادي. لازم كمان اتجنب فكرة المقارنات، يعني ما ينفعش طول الوقت اقعد اقول له انه اخوك كان اشطر منك، اخوك كان احسن منك. ده بيخلي الطفل يحس ان هو مش مقبول في البيئة بتاعته. دي كلها علامات وانديكيتورز على ان الطفل مش حاسس بالراحة النفسية ولا بالامان في بيته، وبالتالي لو انا مش حاسس بالامان ده فبالتالي هيظهر عندي اعراض سلوكية بتأثر كمان على جسمي. حاجة تانية، التنمر. لو الطفل بيتعرض للتنمر في المدرسة او بلطجة من زمايله او الضرب من المدرسين او الايذاء ايا كان نوعه، ده بيخليه كمان اكثر عرضة انه يصاب بالتبول اللا ارادي. واحد من ضمن الطرق اللي لازم كمان نراعيها واحنا بنتعامل مع طفل عنده المشكلة دي ان احنا نجنب ان هو يشوف مشاهدات العنف. بمعنى ايه؟ هو طفل حساس اصلا، وطفل حساس دي مش شتيمة يا جماعة، دي حاجة عادية جدا. طفل حساس يعني لازم اراعي شوية نفسيته، وبالتالي مش لازم يقعد يتفرج على افلام غير مناسبة لعمره او حتى غير مناسبة باشكال مشاهد العنف وجرح. كمان اتجنب ان انا اهين الطفل ده قدام الاخرين. مهم جدا ان احنا لو حتى عايزين نعنف طفل ده مش مقبول، عايزين نعاقب مثلا، ما يكونش الموضوع فيه اهانه مبالغ فيها او اهانه قدام الاخرين، لان انا كده بكسر حدوده وبكسر نفسيته وبكسر ثقته في نفسه، وبالتالي ده بيظهر في شكل عرض جسمي اللي هو التبول اللا ارادي. طيب ازاي اقدر اتعامل او اعالج الموضوع بشكل فيه حكمه وبشكل يعني مناسب ما يكونش فيه ضغط على الطفل؟ زي ما قلت، لو اتأكدنا ان المشكلة اصلا نابعة من مشاكل نفسية ملهاش اي علاقة خالص بالمشاكل الجسدية، فانا محتاجة اول حاجة زي ما قلت في الاول ان انا اتجنب ان انا اهين الطفل قدام الاخرين.
واتجنب ان انا اشنع على الطفل. يعني ما اروحش اقول بقى لجدته ولعمته وكل الناس ان الولد بيعمل بيبي على نفسه، مفيش الكلام ده خالص. ان انا اتعامل مع الموضوع على انه حاجه عاديه. بمعنى ايه؟ انا هصحى الصبح مثلا هيكون ده حصل لا قدر الله، اخد الطفل بهدوء، مفيش اي زعيق صريخ مشاكل ضرب اهانه، مش اي حاجه من دي خالص. مش لازم كل في البيت يعرفوا، بالذات لو ليه اخ او باباه، مش لازم طبعا الناس كلها تبقى عارفه ان هو عمل كده. بهدوء جدا باخد الولد على الحمام ونبدا ان احنا نغير له هدومه، ياخد شاور هادي، اطمنه واقول له ده مفيش اي مشاكل، اتس اوكي، هيعدي، احنا هنتعلم سوا وهنعدي الموضوع واحده واحده. الطفل لما يحس ان هو مقبول، دي هتكون اول خطوه على طريق ان هو فعلا يقدر يتحكم في الموضوع. يعني هرجع واقول تاني، الموضوع يا جماعه اسمه لا ارادي. في بعض القواعد البسيطه اللي لازم اكون بمشي عليها في حاله ان انا يعني طفلي عنده المشكله دي او طفلتي. اول حاجه ان انا لازم اتجنب ادي حلويات كتير وعصاير كتير والحاجات دي تحديدا قبل ساعتين من النوم. يعني مفيش ميه، مفيش حلويات، مفيش عصاير قبل ساعتين من النوم. تاني حاجه اتجنب تماما ان انا ابلغ كل اللي حواليه بالمشكله دي، الموضوع ده ما بيني وما بين الطفل. تالت حاجة ان انا اساعد الطفل انه يتعلم انه ينظف نفسه وينظف السرير بتاعه، بس بهدوء من غير زعيق ومن غير ما يحس ان هو معاقب بحاجة زي دي. رابع حاجة ان انا اعلم الطفل انه يدخل الحمام كل ساعتين، وفي حالة ان هو ما عملش ده في المرة اللي دخل فيها ما بين الساعتين مش مشكلة، يبقى هخلي مثلا احنا دخلنا كل ساعتين ما عملناش حمام فندخل بعدها بنص ساعة، علشان الطفل يبدأ ينتبه لفكرة انه انا محتاج اركز مع احتياجي لدخول الحمام من عدمه. طبعا لازم اكون منتبهه ان الطفل ما بيقعدش على الموبايل كتير، ما بيقعدش على التلفزيون كتير. ده ايه علاقته بالتبول اللا ارادي؟ ده علاقته بان الطفل بيكون ملهي تماما مع الحاجات دي، فبيكتم المثانه بتاعته او ما بيبقاش عايز يدخل حمام، وبالتالي بيفقد قدرته على السيطره على الموضوع ده او التركيز اصلا اذا كنت انا عايزه ادخل حمام ولا لا. واكيد كلنا لاحظنا ان الطفل ساعات لما بيقعد كتير قدام التلفزيون او قدام الموبايل ايا كان يعني طريقه الحاجه اللي تلهيه سواء كانت ديفايسز، ان الطفل اول ما الحاجه دي الطفل بيجري على طول الحمام نتيجه ان هو كان قاعد وحابس نفسه. فانا مش عايزه اعمل ده، انا عايزاه يتعود ان هو يستجيب للنداء الطبيعي بتاع المثانه بتاعته، يبقى منتبه لنفسه شويه ومركز انا امتى محتاج ادخل الحمام اثناء النوم. ودي طبعا بتكون المشكله الكبيره، انا محتاجه الاول شويه ان انا هتعب وهبذل مجهود ان انا هصحي الطفل كل ساعتين. طيب لو صحيته كل ساعتين وما دخلش الحمام، انا اكون مركزه هو ابني بيعمل حمام كم مره في اليوم. لو هو مثلا بالليل بيعمل حمام مرتين، فانا محتاجه مثلا اعرف المواعيد اللي تقريبا الطفل مثانته فيها بتتملي وبيحتاج يدخل الحمام. طيب صحيته اول مره وما عملش، نص ساعه وادخله تاني يعني. وما ينفعش ان انا اشيل الطفل وادخله الحمام لان هو كده هيبقى لسه نايم، لازم اصحيه يفوق شويه يغسل وشه وبعدين يدخل الحمام عشان يبدا مخه يدرك ان انا دلوقتي بعمل حاجه غير ان انا نايم. لان معظم الاطفال دول يا حبايبي بيكونوا بيحلموا وقت ما بيحصل التبول اللا ارادي، هو مش قادر يفصل ما بين الواقع وما بين الحلم. فانا محتاجه ان انا اشتغل ان انا انبهه انه يركز ان هو فعلا بيدخل الحمام مش بيحلم. اخر حاجه بعلم الطفل ان هو بيتكافئ على السلوك الجيد. بمعنى ايه؟ بعمل جدول كبير على الحيطه مثلا، طبعا مش بوضح ان ده جدول ان انا ما عملتش بيه النهارده، ما بكتبش اي ليبلز عليه، بكتب مثلا جدول الولد الشاطر او الولد الجميل ايا يكن يعني، او البنت الحلوه. وبعدين بعلم صح على كل مره، مثلا هو اليوم ده عدى من غير ما يعمل بيه. طيب مثلا عمل ده 3 مرات في الاسبوع مثلا ما عملش بيه على نفسه، يبقى هكافئ حتى لو مره واحده في الاسبوع وابدا ادرج. يعني هو بدا يعمل مثلا مره واحده في الاسبوع ما بيعملش فيها على نفسه، فانا هكافئ على المره دي. بعد شويه هيبقوا مرتين، هبدا اكافئ على مرتين، بس لما اتاكد اكتر من مره ان هو فعلا عدى مرتين. يعني ما نطش مرحله بسرعه، ما نطش مراحل بسرعه، لانه ده ما بيديش فتره كافيه للسلوك انه يبقى سلوك مكتسب. دي حاجه مهمه جدا. دلوقتي مع فقره اسئلتكم اللي انتوا طرحتوها على المقال بتاعنا اللي فات او على الفيديو على اليوتيوب او ايا يكن يعني، او على صفحه الفيسبوك. السؤال بيقول: دكتورة أنا ابني عنده 2 و4 شهور، كان الأول قبل 6 شهور إنسان مطيع وبيسمع كلامي وكلام بابا، حاليا أنادي عليه مش بيرد ومش بيسمع كلامي على طول ويكسر ويضرب. أنا حاليا عندي نونة 1 شهر و20 يوم، كان اعتقدنا إنه غيران لكن عنفه زاد، بيقولي أنا بابا والبابا بيقولي أنا بابا والبابا ماما رغم إنه عارف إنه أنا ماما والعكس. طيب هو اعتقاد حضرتك صحيح تماما، طفل حضرتك صغنن جدا
وهو فعلا غيران، وده رد فعل طبيعي. الطفل ما مرش بمراحل التعلق الآمن معاكي، انتي سرعان ما هو عنده سنتين فجبتي طفلة تانية، واكيد طبعا انتي فطمتيه بدري، عشان كده الولد فعلا عنده مشاكل في التعلق بتاعه. ايه اللي محتاجين يحصل؟ محتاجين يحصل ان حضرتك تفهمي بيه اكتر. انا عارفه ان انتي عندك بيبي تانية بس هو ملوش اي ذنب، محتاجه انك تركزي، محتاجه انك تشتري هدايا وتقولي له مثلا ان النونه الصغننه جابتها لك، محتاجين تركزوا عليه وتدوا له احتواء كبير، مش محتاجين تضربوا ولا تزعقوا ولا تشخطوا خالص لو هو بيستخدم الموبايل والتلفزيون كتير، طبعا لان انت عندك طفله تانية محتاجه انك تقللي الحاجات دي وتلاقي له حاجات تانية يتلهي فيها او يلعب فيها. من وقت لوقت دايما لازم الطفل كل يوم بالليل انت تدخليه السرير وتحكي له حدوته وتفهميه انك بتحبيه، مفيش مشاكل خالص ان هو ينام جنبك احيانا، والنونه مثلا بقى تنام جنب باباها، مش عارفه ازاي تنظموها، لكن هو محتاج يحس ان هو في دايره الاهتمام بتاعتكم. موضوع ان هو بيقول لبابا يا ماما وليكي انت يا بابا، ده نتيجه انه غيران ومتضايق ومنزعج، ودي طريقته في التعبير عن ان قد ايه هو مستاء. كل اللي بيعمله ابنك ده انه بيحاول يلفت نظرك انه قد ايه ان في مشكله كبيره حاصله هو مش عارف يعبر عنها. ده كل الموضوع. في حد بيقول واحدة من أقاربي صار عمرها 3 سنين وما بتعرف تحكي إلا كلمات بسيطة وما بتتفاعل، طلع عندها سوائل على الأذن، طلعت ما بتسمع كويس لهيك مش واعية، وتعالجت وهسه الحمد لله كتير تحسن. طب الحمد لله كويس ان احنا نعمل فحص للاطفال على ودانهم لو شاكين ان في مشاكل في السمع، بس طبعا يفضل ان احنا نعمله بدري شويه، لانه سنه 3 سنين ده معناها ان هي شويه اتاخرت في اكتساب اللغه، فمهم ان احنا نراعي الحاجات دي من بدري. في حد تاني بيقول بنتي عندها 2 سنين ومش بتقول غير بابا وساعات ماما، وكانت بتقول تيتا ومايا وبطلت تقولهم، ممكن ادخلها حضانة ولا اعمل ايه؟ طيب هو اول حاجة انت محتاجة تعرفي انت كنتي يعني يومها ماشي ازاي. يا جماعة التلفزيون خطر جدا وبيأثر على اكتساب الاطفال للغة. اعتقاد الناس ان انا لما قاعدة قدام التلفزيون تسمع كرتون او طيور الجنة او الكلام الفارغ ده مش بيساهم ابدا في ان الطفل بيكتسب اللغة. الطفل محتاج انه يكتسب اللغة من الاشخاص القائمين على رعايته اللي هي الام او الاب او الاهل اللي حواليه. الطفل محتاج انه ينجيج مع اطفال، محتاج ان هو يتعامل مع كبار، يلعب ويحكي ويتعلم بالكلام ويتعلم باللمس ويتعلم بحاجات كتير. لما حضرتك بتقعديها قدام التلفزيون او التابلت او ايا كان نوع الحاجه اللي بتقعديها قدامها، هي بتفقد اجزاء اساسيه من اكتسابها للغه، اللي هي عن طريق اللمس، انها تشوف الحاجه، انها تسمعها، انها تتكلم مع ناس. فانت كده بتخليها قاعده قدام تلفزيون وبس، يعني مفيش اي انجيجمنت في الموضوع، بديهي انها هتتراجع في اكتسابها للغه. وديها حضانه كويس مفيش مشاكل خالص، بس انت لازم تبذلي مجهود معاها اكتر وتتكلمي معاها اكتر وتقضي معاها وقت اكتر. لو سمحت انا ابني عنده 1 و5 شهور ولما بيتضايق بيتعصب مني بيخبط راسه في الارض جامد او يعضني ومش عارفه اخليه يبطل يعمل كده، كمان مش بيتكلم كتير، يعني هو بدأ يستجيب شوية لكن مش بشكل المفروض يتكلم بيه، متعلق بالموبايل بطريقة غريبة، الحل ايه لو سمحت؟ ارجو الرد وشكرا مقدما. طب يا جماعة يعني بيتعلق بالموبايل، ماشي انا اسفه، يعني هو اتولد من بطن حضرتك عارف ان في حاجة اسمها موبايل؟ لا يعني حضرتك اللي اديتيه الموبايل، حضرتك اللي ارتكبتي المشكلة دي، مش هو ما يعرفش يعني ايه موبايل، انت علمتيه ان في حاجة اسمها موبايل. ف وقفي الموبايل، يعني ايا كان بقى اللي هتعمليه، وقفي الموبايل. هتتعبي شويه في الاول ده طبيعي، لان احنا لما بنخلف اطفال بنتعب في تربيتهم يا جماعه، دي الضريبه اللي لازم ندفعها، يعني مش حد بيتعلم بسهوله يعني، ولا بيجيب اطفال ويقعد جنبهم ويقعدوا مع التلفزيون وخلاص او على الموبايل وخلاص. 1 و5 شهور ده صغير قوي يعني انه يستخدم اي موبايل او اي ديفايس. حضرتك دورك اساسي في حياته، انت اسمك الشخص القائم على رعايته، او يعني الشخص الرئيسي في رعايه الطفل اللي هي الام يعني. فحضرتك محتاجه توقفي الموبايل تماما نهائيا، التلفزيون نهائيا، ولما يبدا انه يضرب راسه في الارض تعبيرا عن الغضب انت حطي ايدك تحت راسه بحيث ان هو ما يأذيش نفسه، دي اول نقطه. طبعا ما تزعقيش ما تصرخيش، تعاملي مع نوبه الغضب بتاعته دي بهدوء جدا وباحتواء لحد ما يهدى، وبعدين انزلي على مستواه واتكلمي معاه بالراحه. لما يجي يطلب منك حاجه، لان لاحظي ان هو عنده مشاكل في التعبير عن الكلام، فممكن ده يكون سبب ان هو مش عارف يعبر كويس، لما يبدا ان هو يعني يطلب حاجه انت حاولي تفهمي هو عايز ايه من غير ما يوصل لنوبه التانترم بتاعه الغضب دي. انا بنصحك ان عند سن 3 سنين نروح نعمل فحص ونتاكد انه ما عندوش مشاكل. ابني كمان عمره 1 و9 أشهر بس ما بيحكي الا 4 كلمات، هي ماما وبابا ودادا، وانا محتاره كتير شو اعمل له. نفس الكلام يا جماعه،
دلوقتي انا لو جايب طفل او جايب اي بني ادم عادي حطيته في مكان معزول ايزوليتد ما بيتكلمش فيه مع حد، هيكتسب اي حاجه في حياته؟ يا جماعه لا، يعني احنا مش بنربي موجي، يعني مش طفل الغابات ده، طفل محتاج يكتسب لغه عن طريق انه يتعامل. يعني ما هو ده دور الام والاب على فكره، يعني انتوا تعلموا الاطفال مش اي حد تاني، انتوا اساسكم، يعني انتوا الاساس. يعني المدرسه عليها عامل بس ده لسه عنده سنتين، يعني هتعملي ايه؟ يعني لازم يتعلم من حضرتك. يعني ده دلوقتي العلم الحديث بيقول ان الام لازم تقرا لجنينها اصلا، يعني عشان بيعرف صوتها، بيسمعه وبيفهمه وبيعرف ان دي ماما. فيعني مش عارفه اللي انا عايزه اقوله انه مهم قوي ان احنا نكون فاهمين ان الترابط اللي ما بيني وما بين طفلي هو الاساس في ان طفلي يطلع طفل سوي. غير كده يعني مش هقدر اساعدك يعني. طيب انا بتمنى لكم ان انتوا تكونوا الفيديو ده مفيد ليكم عشان تعرفوا اكتر عن التربيه الصحيه للاطفال. تابعونا على امان وتربيه، سواء على صفحتنا على اليوتيوب او على الفيسبوك او على طفلي لايف. شكرا ليكم. كان معاكم رومانا حمدي، معالج سلوكي من ابلكيشن طفلي لايف.